السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، ومرحبا بكم في قصة جديدة اللي عنوانها الراعي اللي عرضت عليه قبيلة ديال الجن. بلا ما نطول عليكم، جلسوا في شي بلاصة هادئة، ومن الأحسن ديروا السماعات باش تدخلوا في أجواء القصة. وقبل ما نبداو ما تنساوش ذكروا الله وصلوا على النبي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كيقول صاحب القصة: أنا سميتي منصور، فعمري دابا 60 عام. وقعت لي هاد القصة شي 30 عام هادي. حنا كنا عبارة عن عائلة بدوية، النشاط الأساسي ديالنا هو تربية المواشي والرعي. أنا ملي عقلت على راسي وأنا كنرعى الغنم. فاش كبرت شوية وليت كنبيع ونشري فيهم، يعني وليت ولد الحرفة. مهم في ذاك الوقت كان معنا واحد السيد حتى هو راعي، كان كيعاوني في الرعي لأن كان عندنا الغنم كتير تبارك الله، وأنا ما نقدرش نسيرهم بوحدي. واحد النهار داك السيد جاتو خبار وفاة الأب ديالو، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين. مهم كان خاصو يمشي، لهذا لقيت راسي أنني مضطر نقوم بمهمة الرعي بوحدي. وفي ذاك الوقت كان الجفاف في المنطقة اللي كنا عايشين فيها، هذا علاش كان خاصني ننتقل لشي بلاصة فيها الربيع. مهم استأذنت من الوالد، قال لي الله يسر الأمور ورد البال راسك. صافي توكلت على الله وتحركت. بقيت غادي أيام وأيام حتى وصلت لواحد البلاصة كانت مقطوعة، لا طير يطير ولا وحش يسير كما كنقول، ولكن واخا هكاك بانت لي مناسبة للرعي وعامرة تبارك الله بالربيع. صافي قررت نستقر في ذاك المنطقة. داز نهار عادي، بدات كتغرب الشمس، صليت المغرب وبعدت على الغنم واحد 30 متر هكاك، وحطيت فراشي وغطايا وجدت الحطب، وقلت نوجد ليا شي اشياء، ولكن سبحان الله حسيت بالجسم ديالي مشوك عليا وما عرفتش علاش. المهم ما عطيتش الامر اي اهتمام، وجدت عشايا وتعشيت، صليت العشاء وما بقى ليا الا النعس. المهم تكيت شويه كنسمع صوت شي حاجه جايه جهتي، ونط وشعلت البيل ولكن ما لقيت والو. رجعت تكيت وبقيت حال عينيا وكنشوف جهه الغنم، كيبان ليا الخيال ديال شي واحد واقف. جلست وضربت عليه بالبيل ولكن ما لقيت والو، غبر فرمشة عين. فهاد اللحظة وقفت وأنا مخلوع، كنشوف اليمين واليسار ومورايا وكنقول بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبصراحة كانت أول مرة نحس بالخوف. بقيت في ذاك الحال كنشوف وراد البال الغنم، ومرة كنتلفت مورايا. شوية هو يبان لي واحد الراجل واقف حدا واحد الشجرة في اليمين ديالي وكيشوف فيا، وعينيه كانوا كيلمعوا واحد اللمعان غريب. وجهت البيل لجهته، هو يبان لي مشى كيجري بواحد السرعة خيالية في اتجاه الغنم. هنا شكيت، قلت هذا باين شي شفار. هزيت واحد الزرباطة كانت عندي ومشيت كنجري جهة الغنم، وبقيت كنقلب على داك الراجل، ولكن الصدمة انني ما لقيت والو. واخا انا متاكد شفت شي واحد غادي كيجري جهة الغنم. شويه درت ووجهت البيل لفراشي، وهنا كانت صدمة أخرى. لقيت ذاك الراجل واقف حدا فراشي وكيشوف فيا ومبتسم. كان كحل بزاف، يعني سواد غير طبيعي بحال الفاخر. خفت بزاف بصراحة، وبقيت كنسمي الله في خاطري. تشجعت وقلت ليه شكون انت الشريف، واش محتاج شي حاجة؟ ما جاوبنيش. سميت الله وتميت قاصدو، غير قربت ليه وهو يهرب بواحد السرعة عمرني شفت شي واحد كيجري بداك السرعة وهو يغبر في الظلام. بقيت واقف مصدوم وكنحاول نستوعب شنو هادشي اللي طاري. بقيت كنقرا القرآن باش نتهدن ونضبط نفسي. مهم مشيت هزيت فراشي وحطيته حدا الغنم باش نكون قريب منهم، وتكيت باش نحاول نعس ولكن والو، النعاس طال عليا. شويه وسط داك الهدوء بديت كنسمع صوت الضحك، طرت من بلاصتي. بقيت كنشوف اليمين واليسار، شويه كنحس بشي حاجه تحطت ليا على كتفي. فاش شفت شنو اللي قاسني في كتفي كنلقاها يد كحله بحال الفاخر وظفارها طوال. هنا صافي فقدت السيطره على راسي وبقيت كنغوت وكندور في بلاصتي بحال المجنون. شويه وانا نسمع صوت جاي من بعيد ديال شي واحد كيغوت، زاد كمل عليه الرعب اللي انا فيه. بقيت كنتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكنذكر الله حتى هديت وجلست في بلاصتي وقلت اللي كتبها الله هي اللي كاينه. في واحد اللحظه بديت كنسمع صوت الموسيقى والغناء، وناس كيهضروا وكيضحكوا بحال الا شي عرس ولا مهرجان. وهذا الصوت كان جاي من ورا واحد الكديه. قلت يمكن يكونوا مجموعه شباب مخيمين. قررت باش نتوجه لمصدر الصوت باش نعرف شنو كاين. مهم طلعت في داك الكديه. فاش وصلت للقمه ديالها وانا نلقى العافيه شاعله والخيام والرجال والعيالات كيهضروا، الدراري الصغار كيلعبوا.
وكان اللبس ديالهم بحال اللبس ديال الناس الصحراء. تعجبت بصراحه اش كيديروا هاد الناس هنا في هاد الخلا والقفار. في الاخر حاولت نقنع راسي، قلت وقيله هادو شي مجموعه ديال الرحال مستقرين هنايا، وقلت الحمد لله جاب لي الله هاد الناس نتوانس معاهم وننسى رعب هاد المكان الموحش. ولكن ما زعمتش نمشي عندهم، خصوصا ان معاهم العيالات. صراحه حشمت، تميت راجع في حالي لبلاصتي. شويه كنسمع شي واحد قال لي وقف بلاصتك ما تحركش. هنا قلبي كان غيسكت وانا ندور باش نشوف شكون اللي كيهضر معايا، لكن ما لقيت حتى واحد. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبغيت نكمل طريقي. يلا درت الخطوه الاولى، نفس الصوت كيقول لي وقف بلاصتك ما تحركش. تشجعت شويه وقلت ليه شكون انت، واش بغيتي مني؟ قال لي انت الضيف ديالنا ومستحيل نخليوك تمشي بلا ما نقربوك، اجي تبعد. ومن وسط الظلام خرج لي واحد الراجل شيباني ملثم ولابس دراعه بحال ديال الصحراوي. قال لي تبعني وما تخافش. داكشي اللي كان تبعته، وكنقول في نفسي الله يخرج هاد الليله على خير وصافي. وفاش كنت غادي لاحظت انني كنسمع غير الخطوات ديال رجلي، اما داك الشيباني ما كنسمعش الخطوات ديالو نهائيا. المهم وصلنا عند واحد المجموعه جالسين، وقال لي جلس وما تلفت لا على اليمين ولا على اليسار. انا ظنيت هذه شي عاده عندهم كتحتم على الضيف انه يجلس بلا ما يشوف الناس اللي جالسين. المهم رحبوا بيا وعطاوني كاس ديال اتاي، ولكن الغريب في الامر انني ما كنحس لا بالكاس ولا بالسخونيه ديالو، فقط كنشوف الكاس في يدي وصافي. كيفاش الله اعلم. ولكن فاش شربت اقسم بالله لا احسن اتاي ذقته في حياتي كلها. غير هو لاحظت انني فاش كنشرب ما كنحسش باتاي نازل ليا في الحلق ديالي، دغيا كينشف ليا في فمي. المهم بقيت كنشرب داك الكاس ديال اتاي وكنشوف هاد الناس اللي ما فهمت فيهم والو، كلهم ملتمين غير عينيهم اللي كيبانوا ولابسين الزرق وكلهم كيتشابهوا. لاحظت ان كلامهم في شي شكل، كلمه تفهمها 10 لا. مهم وانا على هاد الحال جاو شي وحدين كيضربوا على الطبل. شويه داك الناس اللي كنت جالس معاهم ناضوا بداو كيشطحوا وكينقزوا، وشي وحدين كيشدوا قضبان ديال الحديد وكيديرهم في العافيه حتى كيوليو حمرين وكيدخلوهم في فمهم وكيبلعوهم. انا في هاد اللحظه عقلي بغا يطير شويه وانا نلاحظ واحد من هادوك اللي كانوا كينقزوا ان رجلو ماشي طبيعيه، وفاش دققت الشوفه فيه لقيت ان رجلو ديال الحمار اعزكم بالله. صافي انا في هاد اللحظه من قوه الرعب رجلي فشلوا عليا، ما بقيت قادر نوقف. ريقي نشف عليا، دموع بقاو نازلين غير بوحدهم بدون شعور، حتى من القران تلف عليا ولساني تعقد. صافي حسيت براسي بحال الا غادي نغيب. فعلا داكشي اللي كان غيبت، واخر حاجه عقلت عليها هي داك المصائب اللي كينقزوا قدامي. وفاش حليت عيني كان يلاه بدا كيطلع الصباح. فاش وعيت طرت من بلاصتي وبقيت كنجري بحال شي مسطي في اتجاه الغنم، ودرت بالناقص من داك البلاصه وشديت الطريق وبعدت من داك البلاصه الملعونه ورجعت في حالي لدارنا. ومن ديك النهار ما عاودت ديت الغنم لمسافات بعيده على الدار، والحمد لله وبفضل الله ما وقع لي والو. وكانت هذه هي قصتنا اليوم. وكفائدة من هذه القصة أنكم إذا مشيتوا لشي بلاصة غابة أو جبل أو صحراء أو أي كان، ضروري قبل ما تحطوا الأمتعة ديالكم قولوا دعاء النزول اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، باش ربي يحفظكم من أذى الجن والحيوانات. هنا غنقول لكم استودعتكم الله، وكنتمنى هذه القصة تكون نالت إعجابكم. إلا عجبتكم ما تنسوش لايك، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناة وخليوا لي شي كومنتير زوين. وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله.